السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة تحري. يسعى الإعلام الجزائري بشتى السبل لتضليل الرأي العام من خلال نشر أكاذيب وتقديم شهادات من طرف إعلاميين دون إعطاء حق الرد للطرف الآخر، وهذا كله موجه من طرف النظام لغسل دماغ الشعب الجزائري عن طريق الإعلام، كونه أفضل طريقة وأسرعها للوصول للهدف المنشود. لذا ارتقينا أن نحارب الكذب بالحقيقة من خلال هذه النافذة. نتمنى أن تظهر الصورة أوضح من خلال فيديوهاتنا. لا تنسوا التفاعل معنا من خلال التعليق وتقديم اقتراحات حتى نتطور أكثر. فوزي لقجع رئيس ما يسمى الجامعة المغربية لكرة القدم قال سنستأنف في قرار لجنة الانضباط لأنه أقل بكثير من السقف المعقول. هذه قالها في تصريحات إعلامية، وقال أمامنا مهلة لذلك وهيأنا ملفنا مع استشارة قانونية فوقية، وقال بأننا منعنا من استعمال ناقلنا الرسمي حتى نصل إلى الجزائر، وبالتالي لن نتنازل عن حقنا، وإذا لم تنصفنا لجنة الاستئناف سنتوجه للطاس المحكمة الرياضية، ولا نتنازل عن حقنا في هذه القضية ولو بقي فينا عرق واحد ينبض. تصريحات استعلائية يعني غير مفهومة، ولكنها كشفت حقيقة الوضع داخل الكاف. هذه التصريحات لا يقولها إلا واحد يريد أن يوصل رسالة بأنه يتحكم في دواليب الكاف، وبالتالي يتصرف معهم كما يشاء ويخاطبهم كما يشاء، وأيضا وكأنه سوف يحصل على القرارات التي يشاء. المسألة في نهاية المطاف بعيدا عن العنجهية، بعيدا عن سوء التصرف والكلام، عندها علاقة بالقوانين. المغرب يفلت من القانون ومن العقوبة، ثم الوقاحة أنه يقول بأنني سأطعن في اللا عقوبة. أعود إلى توفيق، ما رأيك في كلام لقجع، وتحديدا عندما يقول سنستأنف وسوف نلجأ إلى الطاس؟ ما رأيك؟ نعم، غريب أمر هذا فوزي لقجع، والله العظيم هي مسرحية أخرى يريد الظهور بها مجددا أمام الرأي العام بخصوص هذه القضية. فالكاف في بيانها وفي عقوباتها حاولت أن تمسك العصا من الوسط، ومارست سياسة لا عقاب يعني في حق الجزائر والمغرب. وفوزي لقجع لم يرضى بذلك، ورغم أنه تمت مساواة الضحية بالجلاد الجزائرية التي كانت متضررة من عدم حضور المنتخب المغربي لنهائيات كأس إفريقيا للمحليين التي جرت شهر جانفي الماضي. وهو الآن كما قلت بنظرة استعلائية وبوقاحة كبيرة يتحدث عن طعنه في قرار الاتحاد الإفريقي، ومحاولة كسب المزيد من المكاسب الأخرى. وهذا الشيء يعني يوضح بشكل جلي مدى تحكم هذا الشخص وتغلغله في دواليب الاتحاد الإفريقي الذي أصبح رهينة له ولشلته، بما أن اللوبي المغربي قوي جدا في أروقة الاتحاد الإفريقي، وأثبت ذلك من خلال هذا القرار الأخير. هذا القرار الأخير أظهر بأنه الجنوب إفريقي موتسيبي ذلك الرجل القوي الاتحاد الإفريقي، ويمكن القول بأن هذه النظرة الاستعلائية للقجع لها مبرراتها، لأنه سبق له وأن كان مثيرا للمشاكل في العديد من المناسبات خلال السنوات القليلة الماضية، وأخذ هناك العديد من القضايا التي خسرتها الكاف في مؤخرا. في ظرف 8 سنوات الكاف خسرت 3 قضايا أمام محكمة التحكيم الرياضية الدولية بلوزان السويسرية، وكان المغرب طرفا في قضيتين منهما. الأولى تتعلق بقضية سنة 2015 بمعاقبة المنتخب المغربي على خلفية عدم تنظيمه وانسحابه من تنظيم نهائيات كأس إفريقيا متذرعا بفيروس إيبولا آنذاك، وكان رئيس الاتحاد الإفريقي القضية الثانية بسرعة توفيق،
والقضية الثانية؟ نعم، القضية الثانية كانت أيضا سنة 2019 وهي تخص الأندية، وجرت بين الوداد البيضاوي والأهلي المصري والترجي والترجي. أوكي، صحيح. نعم، وهناك قضية خسرها تتعلق بفريق جزائري أيضا وهو شبيبة القبائل، في قضية الكاميروني إيبوسي أيضا، شكرا بعدما حرم من المشاركة في نسختين. يعطيك الصحة توفيق بوفروب، زميلي الصحفي الرياضي في جريدة الشروق اليومي، على هذه المداخلة. شكرا توفيق. شكرا، بارك الله فيك.